كل بنت لها اخ بيتكلم في الثوره تقول له عيب عليك. كل ام لها ابن بيتكلم على الثوره تقول له عيب عليك، في الثوره يا ابني. احنا شفنا اسود ايام، اسود ايام شفناها. يعني الست كانت بتاخد من جوزها على الطريق بالنهار، محدش بيتكلم، الاهلي موجود، مفيش شرطه. النهارده بامر الله، بامر الله انا حاسس وعارف وواثق تمام ان في شرطه قويه، ووزير داخليه تمام، راجل محترم. بامر الله هنسيطر، في جيش قوي، الجيش بتاعنا قوي. والراجل نزل، الراجل خطب لكم وقال لكم احنا نمشي واحده، وبيشرحوا لكم الامور. ولكن لا تقل، احنا مش عايزين حقن من تحت لتحت. عايز يا معلم اللي بره اللي بتتكلم على الثوره، انت هو ما تيجي هنا في مصر مش هيقبضوا عليكم، تعالوا اقعدوا. قالوا اقسم بالله المرأة قبل الراجل هيضربكم بالجزم، والله العظيم الست هضربك قبل الراجل. يا اللي عمال تهيج وتشتم من بره، انت بتشتم رئيس مصر يبقى بتشتمني وبتشتم غيره وبتشتم الكل. خلي عندك ضمير. بقول لك لو راجل، لو انت راجل ومحترم وبتحب مصر وعايز خايف على البلد، انزل يا عم. تعالى يوم 11 وانا واقف في الميدان اهو. يا اللي ما عندكش ضمير. انما انت قاعد بعيد متداري وبتاكل وبيخش لك الافات وعمال تدعم. الاخ اللي هو قاعد بره اللي مستخبي ده، هو وهو اهاليهم هنا اتبرت منهم، مش طلعوا على التلفزيون قالوا ما يعرفوش، والام دي قالت ما يعرفوش، والاخت قالت مش اخويا. حصل ولا ما حصلش؟ ما تنزل يا معلم هنا، خليك محترم كده وراجل وشجاع زي ما انت بنشوفك كده بتتكلم بشجاعه. اعمل ثوره على حرام من دي ما تقدر تعملها يا جبان. فانت لم نفسك انت هو شويه، مفيش ثورات ان شاء الله بامر الله. مصر محفوظه ليوم الدين، وده مذكور في القران.